ليه في ناس بتبدأ من الصفر وبتبقى مليارديرات، وناس تانية بتفضل طول عمرها محلك سر؟ الموضوع مش حظ ولا وراثة. السر هنا في طريقة التفكير. الفكرة اللي في دماغك ممكن تبني بيها ثروة كبيرة أو تسيبك عايش بتسدد ديونك. النهاردة هنسأل السؤال الكبير: هل التفكير فعلا ممكن يخليك غني؟ ولا ده كله وهم بيتباع في كتب التنمية البشرية؟ في جملة مشهورة بتقول: الغني بيفكر ازاي يكسب، والفقير بيفكر ازاي يصرف. الموضوع مش في المبلغ نفسه، الموضوع في المعادلة اللي بتدور في دماغك. يعني مثلا اتنين قبضوا نفس المرتب، الأول قال: يلا على المطعم، خليني أعيش النهاردة وبكرة ربنا يسهل. التاني قال: طيب لو جزء صغير استثمرته في كورس أو مشروع صغير. الاتنين صرفوا نفس الفلوس تقريبا، بس الفرق إن واحد فيهم صرفها عشان المتعة اللحظية، والتاني حولها لحاجة ممكن تفتح له باب دخل جديد. الحقيقة إن ده مش موضوع بخل أو كرم زي ما الناس فاكرة، لأ، دي طريقة تفكير كاملة. العقلية الفقيرة بتشوف الفلوس كوسيلة للإنفاق، والعقلية الغنية بتشوفها كأداة تجيب فلوس أكتر. وده يفسر ليه ممكن تلاقي واحد غني يخاف يشتري عربية فارهة بسرعة، لأنه عارف إن العربية مش استثمار، لأن العربية بتصرف عليه مصاريف. في المقابل ممكن تلاقي واحد فقير واخد قرض عشان يشتري نفس العربية، ويفضل يدفع في أقساطها لسنين. السؤال بقى: إزاي عقلية صغيرة زي دي ممكن تفرق في مصيرك بالكامل؟ طيب، والسؤال المنطقي أكتر: ليه في ناس دماغها بتفكر في الاستثمار وناس تانية دماغها بتفكر في الخصومات في السوبر ماركت؟ الموضوع كله في المخ، تحديدا في حاجة اسمها نيوروبلاستيسيتي أو مرونة الدماغ. يعني إيه مرونة؟ يعني مخك مش ثابت، متحجر. مخك بيتغير مع كل فكرة، مع كل عادة، مع كل قرار بتاخده. لو طول عمرك بتفكر ازاي تخلص الشهر من غير ما تتزنق، دماغك هيبرمج نفسه على وضع النجاح. لكن لو بدأت تفكر ازاي تزود دخلك او ازاي تستثمر وقتك ومجهودك، دماغك هيتعلم مع الوقت انه يلاقي حلول جديدة. خلينا ابسطها لك. تخيل مخك زي جوجل، لو كل يوم بتسأله فين اقرب مطعم رخيص، هيحفظ انك بتدور على الارخص. لكن لو كل يوم بتسأله ازاي ابدأ بزنس صغير، ايه افضل طريقة ازود دخلي، هيبدأ يظهر لك اجابات مختلفة. والاجمل ان الموضوع مثبت بابحاث علمية. في دراسة في جامعة ستانفورد لقت إن مجرد تغيير الأسئلة اللي بتسألها لدماغك بيغير المسارات العصبية اللي في المخ، وبيخلي دماغك يتصرف بشكل مختلف تماما. بمعنى تاني، دماغك بيتشكل على حسب الأفكار اللي بتغذيه بيها. لو غيرت طريقة تفكيرك هتلاقي أفعالك بتتغير، وبالتالي نتائجك كمان. وده بيفسر ليه ناس عايشة على نفس المرتب، واحد بيبني مستقبل والتاني بيستنى آخر الشهر يخلص بسرعة. حلو، لحد دلوقتي فهمنا إن الفرق بين الغني والفقير مش بس في الفلوس، لكن في السوفت وير اللي شغال جوه دماغهم. طيب نعمل إيه عشان نغير السوفت وير ده؟ أول خطوة: غير الأسئلة اللي بتسأل نفسك بيها. بدل ما تقول ليه أنا مفلس، اسأل إزاي أقدر أجيب دخل إضافي الشهر ده. مجرد تبديل السؤال بيخلي دماغك يدور على إجابات مختلفة تماما. تاني خطوة: استثمر في نفسك قبل أي حاجة. يعني إيه؟ يعني لو معاك فلوس اشتري كتاب، خد كورس، اتعلم مهارة. الغني بيشوف التعليم استثمار، الفقير بيشوفه مضيعة فلوس. بس الحقيقة إن كل مهارة جديدة بتفتح لك باب جديد. تالت خطوة: عود نفسك على الصبر. الفقير بيدور على المكاسب اللحظية، يلا نشتري موبايل جديد، يلا نشتري عربية جديدة. لكن الغني بيدور على المكسب المستقبلي، يلا نستثمر في حاجة تجيب عائد بعد سنة. الموضوع أشبه بزرع شجرة. لو مشيت كل يوم بتبص على البذرة وتقول لسه مفيش حاجة، عمرك ما هتلاقي الشجرة. رابع خطوة: غير البيئة اللي حواليك. لو أصحابك كلهم بيتكلموا عن الأسعار والمشاكل، دماغك هيفضل محبوس في نفس الدايرة. لكن لو قعدت مع ناس بتتكلم عن أفكار، مشاريع، استثمارات، يبقى دماغك هيبدأ يفتح قنوات جديدة وأفكار جديدة. باختصار، الثروة بتبدأ هنا، المخ. تغيير تفكيرك بتغير حياتك بالكامل. في النهاية الفلوس مش مجرد أرقام في البنك، دي انعكاس لطريقة تفكيرك. لو عقلك شايف إن الفلوس وسيلة إنك تصرف وتستمتع لحظيا، هتفضل دايما تجري ورا المرتب. لكن لو عقلك شايفها أداة تبني بيها فرص جديدة، هتلاقي نفسك بتتحرك ناحية الحرية المالية من غير ما تحس. اسأل نفسك النهاردة: انت دماغك بتشتغل بعقلية الغني ولا عقلية الفقير؟ ولو عايز تعرف اكتر وتغير حياتك فعليا، اشترك في القناة واضغط لايك عشان يوصلك كل جديد.